المكنة طلعت قماش. أيها الناس، اللي قدامك ده جدول الدوري المصري سنة 2002 واللي فاز بيه الزمالك. بس مش دي الحاجة الغريبة. الغريب وقتها إن الدوري كان بيتلعب ب 14 نادي، منهم 4 نوادي فقط بيمثلوا شركات أو مؤسسات، وال10 أندية الباقيين ليهم قاعدة جماهيرية حقيقية جوه المدن بتاعتهم على الأقل وبره حدودها. تعال أخدك بالزمن ونسافر من 2002 ل 2024، يعني بعد 22 سنة بالتمام والكمال. لو انت شخص ما عندكش علم بالكرة المصرية فأكيد هتتوقع إن الدنيا اتطورت على الأقل في الملاعب والمدرج، بس الواقع بيقول غير كده. عمرك شفت كده يا راجل؟ ده احنا مش عارفين نشيل، ده احنا يا راجل، ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره يا راجل. يا نهار عره يا جماعه. انا بقول لحضراتكم اللي يبقى رئيس النادي الاهلي، سوري يعني، ما يبقاش نائب رئيس اتحاد الكوره قولا واحدا. واحد يقول لي يعني النادي الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، اقول له اه. واحد يقول لي عيب، تقول له لا، انا بقى عارف اقول لك ايه. ده جدول الدوري المصري سنة 2024. الموسم ده شارك 18 نادي، منهم 6 أندية شعبية و12 نادي بيمثلوا شركات أو مؤسسات. بالحسبة الأولانية عشان ما تتوهش مني، هتلاقي إن سنة 2002 نسبة الأندية الجماهيرية حوالي 76%، ولما تقدمنا علميا وكرويا النسبة زادت طبعا وبقت 34% بس. طب الكلام ده معناه إيه؟ عايزك كده تديني من ساعة صدرك شوية وقت عشان أحكي لك حكاية صغيرة وبعدين هنكمل. سنة 96 وتحديدا في بطولة الكاس، الأهلي كان بيلعب النهائي كالعادة يعني، والأهلي برضه كان فايز بالدوري وقتها وعايز يحقق ثنائية تاريخية. بس تعرف مين كان خصم الأهلي في النهائي؟ الأهلي كان بيلعب المنصورة اللي وصل نهائي الكاس